بنت في قلب الصعيد بتختفي لمدة 7 سنين، ولما تظهر بعد ال7 سنين نكتشف إن هي كانت في مكان ما كانش حد يتوقعه. ولكن لما لقيوها كانت الصدمة الكبرى. حابب تعرف قصة رسمية؟ خليك معانا في القصة الكاملة. في قلب الصعيد وسط قرية صغيرة كانت عيلة مش هنقول اسمها، معروفة بالهيبة والشرف. بس الشرف ده اتلطخ يوم ما رسمية البنت الوحيدة وسط اخواتها الرجالة قررت تمشي ورا قلبها وتخون عيلتها مع حبيبها فوزي، الشاب اللي كان الكل بيحذرها منه. في ليلة ضلمة هربت رسمية من فوزي وسابت وراها بيتها وأهلها وسمعتها اللي زي الزفت، فاكرة إن الحب ممكن يحميها من غضب الصعايدة. لكن اللون الأحمر عمره ما يبقى مية. وأخوها الكبير سالم لما عرف اللي حصل اتحولت عيونه لجمرة نار، وتعاهد إن هو يغسل عاره بأقصى انتقام. بس هل الانتقام ده هيبقى بإيه بالظبط؟ ده اللي هتعرفه في الحكاية دي، حكاية الغدر والانتقام في قلب الصعيد. سنة 2010 وبالتحديد في محافظة سوهاج في قرية صغيرة على النيل، في ليلة كان السكون فيها مخيف والدنيا ساكتة إلا من نباح الكلاب اللي كأنها حاسة بالمصيبة اللي هتحصل. كان كام شاب من القرية ماشيين عند المقابر بتاعة البلد بيدوروا على بقرة تايهة، لكن اللي لقيوه كان أبشع بكتير من مجرد بهيمة. جثة بنت مرمية وسط القبور، هدومها متبهدلة ووشها متغطي بالتراب. بس حتى وسط الضلمة والهلع والخوف واحد منهم همس وقال: دي رسمية بنت الحاج. الاسم لوحده كان كفيل انه يشعل نار الرعب في قلوبهم. رسمية اللي من سنين هربت مع حبيبها وخانت عيلتها، واللي كل الناس قالوا ان هي ماتت خلاص واتمسح اسمها من الدنيا. بس هي رجعت، انما مش على رجليها، رجعت جثة ساكتة، جسد من غير روح، مرمي في مكان كان المفروض يكون اخر حاجة تفكر ترجع لها. مين اللي جابها هنا وليه دلوقتي بالذات؟ الاهم، مين اللي انتقم منها؟ القرية كلها قامت على رجل وكل واحد عنده حكاية يقولها، لكن الحقيقة كانت أفظع من أي كلام. ما كانش فيه لحظة واحدة يتردد فيها واحد اسمه حسام، ما كانش فيه لحظة واحدة يتردد فيها حسان، واحد من الشباب اللي لقيوا الجثة. أول ما عينيه وقعت على رسمية مرمية وسط القبور رجليه لفت على بعضيها شوية، لكنه لملم شجاعته وجري على بيت عمدة البلد اللي كان اسمه الحاج صابر، اللي كان معروف بحكمته وهبته بين أهل القرية. العمدة هنا أول ما سمع الخبر عيونه وسعت جدا وسحب عبايته بسرعة وهو بيقول: أنت متأكد من كلامك يا حسان؟ هنا رد الشاب وهو لسه نفسه متقطع: والله يا حاج، دي رسميا قدام عينيا ميتة ومتغطية بالتراب وعليها اللون الأحمر. ما استناش العمدة لحظة ورفع السماعة واتصل على الشرطة. البلد كلها بقت على صفيح ساخن، الناس بدأت تتهامس والوشوش اتغيرت. الكل كان فاكر إن حكاية رسمية انتهت من زمان، لكن الحقيقة كانت مستنياهم على باب المقابر. بعد ساعة تقريبا عربيات الشرطة دخلت القرية بسرعة، ووراها ضابط المباحث اللي نزل من عربيته وهو بيبص حوالين المقابر بشكل كده مخيف. وقبل حتى ما يقرب من الجثة سأل العمدة مين آخر واحد شافها وإزاي جثتها ظهرت هنا دلوقتي. العمدة خد نفس وبص للضابط وقال له: الشباب دول أول ناس شافوها وهم اللي جم جري عليا يبلغوني. هنا الضابط قرب منهم، عيونه كانت بتبص لوشوشهم واحد ورا التاني، وبصوته الشديد سأل: عاوز أسمع كل حاجة من الأول، مين رسمية وإيه حكايتها؟ الشباب هنا بصوا لبعضهم كأنهم مش مصدقين إن القصة اللي كانت سر في القرية بقت دلوقتي في وش الضابط. حسان هنا اللي كان لسه قلبه بيدق بسرعة بلع ريقه وقال:
رسمية كانت بنت عيلة فلان، بنت الحاج عمران الكبير. الكل كان بيقول إن هي أجمل بنت في البلد. بس من حوالي 7 سنين عملت اللي محدش كان متوقعه، خانت عيلتها وهربت مع حبيبها فوزي. الضابط هنا قال وسأل: وفين العيلة دلوقتي؟ معقولة محدش بلغهم؟ وفين أخوها اللي انتوا بتقولوا عليه؟ واحد من الشباب برضو اللي كانوا واقفين اسمه محمود قال بصوت واطي: أخوها سالم. ده من يوم ما رسمية هربت أصلا وهو بقى نار مولع، محدش كان يقدر يبص في عينه. كلنا كنا عارفين إنه مش هيسيبها حتى لو بعد سنين. العمدة هنا اتنحنح وقال: من وقتها وإحنا ما سمعناش عنها أي حاجة، كأنها اتبخرت في الليلة دي. لا حد شافها ولا حد عرف هي فين. الكل كان فاكر إن سالم غسل عاره من زمان، لكن الحقيقة شكلها كانت حاجة تانية خالص. الضابط هنا قرب أكتر للجثة وعيونه فحصة لكل تفصيلة فيها، وقال ببرود: واضح إن في سر كبير، والسر ده مش هيبان غير لما نلاقي سالم ونسأله عن آخر مرة شاف فيها أخته رسمية. الضابط هنا مشي بخطوات سريعة هو والعساكر على بيت الحاج عمران والد رسمية، ومعاه العمدة وكام عسكري كانوا ماشيين وراه. الدنيا كانت هادية بس القلوب كانت مولعة نار. الكل مستني يشوف رد فعل العيلة على الخبر اللي زلزل البلد كلها. أول ما دخل الضابط لقي الحاج قاعد على المصطبة قدام البيت وعينيه تايهة في الضلمة، كأنه حاسس إن في مصيبة جاياله في الطريق. جنبه بقى كان سالم واقف بملامح حجرية، عينه سودة زي الليل. لكن لما الضابط قال الخبر، الصدمة ظهرت على وشوشهم بطريقة غريبة. الحاج نفسه الكبير اتكتف فجأة، وشه بقى شاحب جدا كأنه ما سمعش صح. سالم بقى عيونه وسعت كده اللحظة قبل ما يخفي مشاعره تاني بسرعة. لكن الضابط كان متابع كل حركة منهم وكل نفس. رسمية جثتها في المقابر. صوت الحاج كان متكسر وكأن مش قادر يصدق الكلام اللي بيسمعه. الضابط زود الضغط وسأل سالم: انت آخر مرة شفتها امتى؟ سالم هنا قال ببرود كده: من حوالي 7 سنين، من يوم ما هربت. من يومها وهي ماتت بالنسبة لي. الضابط هنا قرب عليه خطوة، عينيه كانت بتمسح وش سالم واحدة واحدة، بيحاول يلقط أي كذبة أي تردد، لكنه كان صلب. ومع ده كان في حاجة غريبة، حاجة مش مريحة يعني. ولا عمرك عرفت مكانها ولا حاولت تدور عليها. الحاج هنا رفع صوته وقال: اللي يخرج من دار أهله ملوش دية. ملوش دية عندنا يا بيه. رسمية كانت خلاص مش مننا. لكن الضابط ما اقتنعش بسهولة. دموع الحاج الكبير كانت حقيقية، صدمة سالم برضه كانت باينة، وكأنهم فعلا ما كانوش يعرفوا حاجة عن اختفائها أو حتى مكانها طول السنين. وهنا ظهر سؤال جديد: لو مش هما اللي جابوها ورموها في المقابر، مين اللي قتل رسمية ورماها وسط المقابر بالشكل البشع ده بعد كل السنين دي؟ هنا في اسم الشرطة كان الجو متكهرب على الآخر. العمدة واقف على جنب وسالم ووالده قاعدين قدام الضابط اللي عيونه ما كانتش بتفارقه، بيحاول يكتشف أي نظرة ممكن تكشف السر المدفون اللي بقاله 7 سنين. في اللحظة دي دخل واحد من العساكر بسرعة وهو بيهمس في ودن الضابط، فملامح الوشوش اتغيرت وكأن الدنيا وقفت لثواني. الضابط هنا بص لسالم وأبوه وقال بصوت تقيل: ده التقرير الأولي من المشرحة ووصل دلوقتي، والمفاجأة إن رسمية ما اتقتلتش من كام ساعة، دي ميتة تقريبا من يومين. الكلام وقع زي الصعقة في الأوضة. حتى سالم اللي كان ماسك نفسه عيونه اتفتحت باستغراب وقال: إزاي الكلام ده؟ الضابط هنا مسح دقنه بتركيز كده. معنى كده إن رسمية لا هربت ولا سابت البلد ولا كانت عايشة حياتها بعيدة عنكم، دي كانت تحت عينيكم طول الوقت ده في مكان قريب، واتجابت بعد ما بقالها فترة مقتولة اترمت في المقابر. هنا الحاج عمران شهق وهو بيضرب كف على كف. يعني كانت فين طول السنين دي؟ ومين اللي كان مخبيها؟ سالم هنا اللي كان متجمد في مكانه حرك راسه كده ببطء وقال بصوت منخفض:
لكنه مليان شكوك. يبقى في حد في البلد دي كان عارف كل حاجة. واحد كان مستني اللحظة المناسبة علشان يرجع الجثة كأنها رسالة لحد معين. الضابط هنا قرب من سالم وقال له: وأكتر حد كان مستني اللحظة دي هو أنت يا سالم. سالم هنا اتحول وشه للون الأحمر، لكن قبل ما يرد الباب اتفتح بقوة ودخل العسكري مرة تاني وقال: يا باشا، لقينا حاجة تانية في المقابر. لقينا ورقة. الضابط خد الورقة من العسكري بسرعة وبدأ يقرأ الكلام اللي مكتوب بخط متلخبط وكأنه مكتوب بإيد مهزوز. اللقات الرسمية هو غريب ابن عمران خطفها وخباها سنين، والذنب في رقبتكم كلكم. في لحظة كل العيون اتعلقت بسالم وأبوه كأنهم مش مصدقين اللي بيقروه. الحاج هنا وقع على الكرسي ووشه بقى أصفر زي الميت، وسالم عينه ولعت نار وهو بيقول بصوت مكتوم: غريب، غريب ابن عمي. الضابط هنا ما استناش تانية، أمر العساكر إن هم يقبضوا على غريب ده فورا ويجيبوه لغاية عنده. بعد ساعة تقريبا كان غريب قاعد في قسم الشرطة مكبل بالأغلال وعيونه مليانة خوف، لكن الضابط ما كانش عنده وقت للشفقة. قرب منه كده وقال بصوت مليان غضب: كل الأدلة ضدك يا غريب، ومهما حاولت تهرب مش هتقدر. قول الحقيقة بدل ما تحط نفسك في مواقف أكتر من كده. غريب في الأول كان ساكت، عينه متعلقة بالأرض، لكنه لما الضابط زود الضغط عليه صوته خرج أخيرا ضعيف ومكسور، لكن كلماته كانت زي الطعنات في الصدور: أنا ما قتلتهاش على طول، أنا خطفتها من بيت أهلها يوم ما حاولت تهرب مع الفاشل ده. كنت بحبها، كنت عاوزها تبقى ليا، بس هي كانت بتكرهني عمى. حاولت تهرب مني أكتر من مرة، لكن كل مرة كنت بمسكها. وهنا سكت لحظة وقال، كان الكلام تحس إن هو تقيل على لسانه، وبعدين همس وقال: كنت بعتدي عليها يوميا سنين طويلة. الاسم كله سكت، حتى الضابط نفسه مسك أعصابه بالعافية، لكن اللي جاي كان أبشع مما تتخيلوا. قال إن هي حملت مني مرتين، بس كنت بخليها تنزل العيل، ما كنتش هسمح لحد يعرف اللي حصل، ولا كنت هسيبها تفضحني أصلا. الكلام هنا وقع زي القنبلة على الحاج وعلى ابنه، وبدأ ينهار الحاج وهو بيصرخ باسم بنته. وسالم هنا اتجنن، حاول يضرب غريب بس العساكر مسكوه بالعافية. الضابط هنا بص لغريب ببرود وقال له: وآخرتها قتلتها ليه بعد كل السنين دي؟ غريب هنا ابتسم ابتسامة خفيفة فيها مكر وقال: ما كنتش عاوزها تمشي ولا تسيبني، بس عرفت ان هي هتحاول وهتحاول تهرب مني تاني. المرة دي كنت حاسس ان هي هتنجح لانها كانت ذكية جدا، فما كانش قدامي حل غير اني اتخلص منها للابد. وهنا الضابط بصله بصة باردة جدا، قال له: بس ولا كلمة زيادة، انت مش بني آدم، انت وحش، والوحش مصيره السجن أو الإعدام. هنا بعد شهرين من التحقيقات والجلسات في المحكمة، كانت المحكمة مليانة على آخرها يوم النطق بالحكم. أهل البلد كلهم كانوا هناك مستنيين، الكل مستني اللحظة اللي غريب هياخد فيها جزاؤه بعد ما انكشف سره واتعرفت الجريمة اللي أخفاها 7 سنين. القاضي هنا قعد على المنصة وضرب الجرس بإيده، وهنا كله سكت في القاعة. وبعد ما استعرض كل الأدلة والشهادات نطق بالحكم بصوت ثابت بإجماع الآراء. وبعد تصديق فضيلة المفتي حكمت المحكمة حضوريا على المتهم غريب عمران بالإعدام شنقا حتى الموت. اللحظة دي كانت كأن الزمن وقف. صوت الحكم نزل كالصعقة على غريب اللي عينه وسعت وكأنه كان لسه مش مصدق إن نهايته قربت. حاول يتكلم لكن مفيش كلام ينفع ينقذه دلوقتي. الحاج عمران قعد يبكي بحرقة مش مصدق إن واحد من دمه طلع بالسواد ده. سالم كان واقف جنب العمدة وساكت، لكن حاسس إن حق أخته رجع، وإن العار اللي لطخ اسمهم طول السنين دي أخيرا هيتغسل. لكن مش بكلام الناس إن هو خلص عاره بإيده، بالعكس، هنا هيخلص بحبل المشنقة. في اليوم المحدد وقف غريب تحت حبل الإعدام وسط سجن هادي إلا من صوت أنفاسه
اللاهزة. سألوا مأمور السجن عن كلمة أخيرة أو أمنية أخيرة، لكنه ما قالش أي حاجة، بس دموعه نزلت كأنه أدرك هنا إن نهاية الظلم عمرها ما بتكون غير بالقصاص. لحظات بعدها والعدالة اتحققت، وأخيرا روح رسمية ارتاحت بعد سنين من العالم والظلم. لغاية هنا قصتنا خلصت، بس القصص لسه ما خلصت. وكان معاكم عمرو سليمان. أشوفكم دايما بخير، وخليكم دايما بخير، في أمان الله، ومع السلامة.